بناتي الحلوين، حبيبتي بنوتي اللي 17 سنة و18 وكل مراحل الثانوي. حبايبي، ثقتكوا في الناس ما تدهاش إلا للي يستحقها. ثقتك يا حبيبتي ما تدهاش إلا اللي بيقدم أفعال. قلبك يا حبيبتي ما تدهوش لأي حد إلا اللي بيقدم أفعال. وخلي بالك انت في السن ده، انت لسه مش مؤهلة ان انت تدي قلبك ولا مشاعرك لحد. حافظي على مشاعرك، حافظي على قلبك. خلي دايما كلامك ليكي انتي. خلي دايما مشاعرك محاوطة عليها ومحافظة عليها لغاية ما يجي وقتها نقدر نطلعها ونطلعها صح. السن ده تعملي فيه ايه؟ تركزي حضرتك في مذاكرتك، تركزي في ان انتي تنجحي، تركزي في انك تحددي المجال اللي عايزة تدخلي فيه، في الكلية اللي عايزة تدخليها. تركزي ان انتي تبقى ليكي تقديرات تقدري ان انتي تشتغلي في مجال حلو. وكل دوت هيجي. اوعي تدي ثقتك لحد بكلمة حلوة يديهالك. اوعي تدي ثقتك فيه دايما ويخليكي تضطري احيانا تعملي حاجات انت مش عايزاها، او نكذب على البيت، او ان انا ما اقولش الحقيقة، او اقصر في مذاكرتي، او ما اروحش الدرس. كل الكلام ده يا حبيبة قلبي ما ينفعش. كل الكلام ده هيأثر عليكي انت. عارفة لو بيحبك مش هيخليكي تعملي كده. الثقة افعال مش اقوال. الانسان اللي بيحب يخاف عليكي. هو ما يرضاش انك يخليكي تعملي اي حاجة تأثر عليكي وتأثر على مصلحتك. اصبري شوية لغاية ما تخلصي جامعتك وتبتدي تشتغلي وتشوفي، وساعتها هيجي الحب. بدل ما تلاقي نفسك يا قلبي عندك 22 سنة ولا 23 حضرتك وراجي عيلين ويا عايشة في البيت، انت مش مستحملة حياتك وحياة كلها ألم وحزن. يا إما اتطلقنا ورجعنا عند بابا، طب يبقى عملنا ايه يا قلبي؟ خلينا واحنا دلوقتي في حضن أهلك، اشبعي بيهم وخدي منهم الحنية على قد ما تقدري، وعلى قد ما هم يقدروا يدوكي، وما ينفعش نقعد نلومهم. وخليكي دايما مع نفسك. خليكي مع نفسك. مش كل حاجة بتشوفيها على السوشيال ميديا صح. مش كل حاجة بشوفها حقيقة. مش كل صور البنات وكم الفلترات وي وي هو ده انا ابقى عايزة اقلد وتقليد اعمى. خليكي يا قلبي حقيقية، وخليكي مع نفسك وحاوطي على قلبك ومشاعرك. ربنا معاكم حبايبي كلكم ويحافظ عليكم.